يلا اختي ندوزو كيفاش غنصايبوا الحليب ديال الصوجه. يلا دوزي معايا اختي. كتجيبي معايا اختي الخلاط اللي عندك، الخلاط ديالك كتحطي فيه هاد الصوجه هكا كامله. كتاخدي 2 كيسان ديال الماء، غادي نطحنوا ونعاودوا نرجعوا ثاني نشوفوا المرحله الثانيه كيفاش غتكون. يا اختي بعد ما طحنتو غناخذ منه واحد الكويس هكايا خاتر ثقيل، غناخذ منه كويس كاس صغير باش نوريه لكم هذوك معاياش غنخلطوا بوحديته. وهذا غنكملوا باش نكملوا كيفاش كنصايبوا الحليب. مازال ما كملتش لحد الساعه، مازال ما كملتش. ولا وصلتي معايا اختي لهنايا كما انا مهليه فيكم، ديري واحد الاكسبلور وشي قليب زوين بحال قليبك وشي تعليق بحالك ودوزي اختي كملي معايا الوصفه. جيبي لي اختي واحد الطنجره وخوي لي هذا الحليب هنايا ومازال خليك معايا مازال ما كملنا. انت يا اختي شعلت عليه البوطه وغنزيد فيه عاوتاني واحد 2 كيسان ديال الماء، حيت راه هو مازال ثقيل عندي، حيت كتبقى عندك كديري تقريبا يطرو. كتخليه لي اختي فوق البوطه. يلا تحسي به سخن بدا تيغلي صافي وحيديه. علاش كنغليوها البنات؟ حيت اصلا كنديروا فيه الماء بارد. الماء بارد داكشي علاش كنزيدوا نغليوه شويه باش كيرجع لينا بحال الحليب. ما شاء الله شوف بحال الحليب ديال البقر ما شاء الله. بعد ما غلا بحال هكا شوفي كيفاش رجع لينا ما شاء الله، كتحسي به الحليب ديال البقر. غادي ندوز نصفيه دابا. الا عندك اختي صفاي رقيق جيبيه وصفيه به، الا عندك شيشاش صفيه بشيشاش باش ما عندك. يلا اختي غنصفيه ونرجع لكم.